هذا الفتى غش في الامتحان باستخدام شعره، ففي البداية قام بمد شعره وكانت الإجابات مخبأة هناك. بدأ يكتب إجابات الأسئلة ثم هز رأسه بقوة لجذب انتباه الأستاذ حتى يتمكن باقي الطلاب من الغش أيضاً، مثل هذه الفتاة التي كانت تستخدم خواتمها كعدسة لترى الإجابات الصغيرة جداً على أظافرها، أو مثل هذا الفتى الأحول الذي أخفى الإجابات على ملابسه بشكل ثلاثي الأبعاد ولا يستطيع رؤيتها إلا بعينيه المنحرفتين قليلاً، لكن تصرفه لفت انتباه الأستاذ. سأكمل لك ما حدث، ولكن لا تنسى أن تصلي على النبي وتضغط لايك واشتراك. وبعد ذلك بدأ بتفتيش الملفات، والذي لا يعرفه الأستاذ أن طالباً آخر خبأ ورقة صغيرة داخل قلم الرصاص فيها كل الإجابات، وأثناء انشغال الطلاب بابتكار طرق جديدة للغش لم يعرف أن هناك أستاذاً آخر كان يراقبهم من مسافة بعيدة. وفي النهاية أمسك بالطالب صاحب الشعر وصدم الجميع كيف تم اكتشاف الأمر، وقرر الأستاذ تغيير الأسئلة وإعادة الامتحان. لكن الفتى الذي يرتدي نظارات لم يتحرك أبداً، لأن